وبنشوف يوسف في بيته وبنعرف ان هو دكتور نفسي، وبنشوف سحر مراته بتتكلم في التليفون وبتكون متعصبة جدا عشان ابنها اتخانق في المدرسة ومحدش جاب له حقه. فبيقرر يوسف يروح مع المدرسة ويشوف ايه اللي حصل، وبدل ما يخلي الواد هو اللي يعتذر لابنه يحصل العكس وبيخلي ابنه هو اللي يعتذر للواد. وبيجي له استدعاء من احد السجون عشان يتابع حالة مجرم واللي المفروض انه خارج حسن السير وسلوك، وهم عايزين يتأكدوا من حالته لو تمام يخرجوه. المهم يوسف بيخش على المجرم اللي بنعرف ان اسمه طه وشهرته العجوز، وبيلاقيه بيصلي وبيكون مكتوب عند يوسف في التقرير ان هو مجرم خطير واذى ناس كتير، فبيواجهه بالكلام ده. بس طه بيفضل يعيط ندمان على اللي عمله وبيحاول يفهمه ان هو بقى انسان كويس وخلاص اتغير. فبيكتب يوسف عنه كلام كويس في التقرير بتاعه. لما بيروح مراته بتتخانق معاه علشان ما عرفش يجيب حق سليم ابنه، طبعا بيزعل من الكلام وهي بتروح وراه تصالحه وبتقول له ان ربنا عوضني بيك وربيت ابني كانه ابنك بالظبط. فبنعرف ان سليم مش ابنه، وبنشوف طه وهو بيشكره علشان اللي كتبه عنه لانه بسبب التقرير ده خلاص هو خارج. فبيسأله هتعمل ايه اول ما تخرج من السجن، فبيقول له انه هيدور على مراته وابنه اللي اتولدوا وهو في السجن، وبيقول له ان مراته خلعته. فبيتعاطف معاه الدكتور يوسف وبيديله الكارت بتاعه. فطه بيقول له لا يا عم، بيقول له بالتأكيد انت هترفضني زي ما المجتمع كله بيرفضني. فالدكتور يوسف بيقول له وادي عنوان بيتي كمان، وبيسيبه علشان عنده محاضرة في السجن. ولما بيخلص بيروح علشان يركب عربيته، فبيلاقي طه عمال يضرب في ناس كتير. فبيقول له انت بتضربهم ليه؟ فبنعرف ان هم جابوا سيرة مراته، ما بيحبش اي حد يجيب سيرتها، وبيوريه صورتها وبيقول ليوسف ان اسمها سوسته. فبيتفاجئ يوسف ان دي صورة سحر مراته، وبيقول له انه مستحلف للي اتجوزها انه هيقتله. فطبعا يوسف بيخاف جدا وبيقرر طبعا انه ما يقولهوش حاجة ان هي دي مراته. وبيجي واحد من اللي كان بيتخانق معاهم طه وبيضرب يوسف على دماغه فبيغمى عليه. فطه بيقرر من نفسه انه يوصله لحد باب البيت، واللي بيكون يوسف عطاله العنوان بتاعه وهو في السجن. فبيقول له انه هيطلعه البيت. فيوسف طبعا بيخاف بانه مش عايزه يشوف مراته. بيسأله طه هو انت متجوز؟ فيوسف بيقول له لا انا عايش لوحدي. فبيقول له خلاص طالما عايش لوحدك يبقى. فيوسف بيتحجج بكل الحجج الممكنة واخرها انه معهوش المفتاح. فبيقول له انه هينط من على السور وهفتح لك من جوه. فبيجري بسرعة الدكتور يوسف علشان يلم كل صور مراته اللي في البيت، وفجأة بيلاقيه في وشه وبيتوه في الكلام وبيقول له انه لقى المفتاح جابه. وطه بيسأله على اللي ورا ظهره، فبيقول له انه غسيل مرمي وهو كان بيلمه. وبعدها بيطلع لسحر وبيحذرها وبيحكي لها على اللي حصل كله، وهي بتتفاجأ وبتقوم تبص عليه من الشباك وبيزعلها طبعا انها كله ده كانت بتكذب عليه وانها كانت مفهمه انها متجوزه بطل. فبتقول له انها غصب عنها كانت لازم تعمل كده. والباب بيخبط وبيفتح بيلاقي الباص بتاع المدرسه اللي بيكون جايب سليم من المدرسه، طبعا بيكون ابن طه ما ينفعش سليم يخش. فيوسف بيدي لسواق الباص فلوس يفسح سليم لحد بالليل وبعد كده يجيبوله تاني. وبيدخل يوسف بعديها البيت وبينادي على طه وبيتفاجأ انه طلع اوضه النوم والعجوز بيقول له تعالى لي. فطبعا بيتخض وبيقول ان كل حاجه كده اتكشفت. لما بيطلع وما بيلاقيش سحر بيطمن. فطه بيقول له ازاي مش متجوز وعندك قميص نوم احمر؟ فبيقعد وبيلاقي سحر مستخبيه في الدولاب، وهو بيروح بسرعه يقفل الدولاب. طه بيحكي له على سوسته مراته انها كانت بترقص له بالشمعدان. يعني طبعا يوسف بيتضايق جدا وبيغير وبينزلوا هما الاتنين. وبيتفاجئ الدكتور يوسف ان طه جايب له واحده عشان ترقص بالشمعدان عشان تفكره بطليقته. وبيكلم دراعه اليمين شندي الصبي بتاعه على انه يدور له على سوسته ولازم يلاقيها. طبعا دكتور يوسف عاوز يوزعهم باي طريقه، فبيقول لهم ان عشيقته جايه دلوقتي ولازم يمشوا. وتاني يوم يوسف بيروح الشغل وبيلاقيهم هناك، وشندي بيدخل عليهم وبيقول لطه انه عرف مكان سوسته وبياخدهم وبيروحوا على مكان شغلها. وفعلا بيلاقيها هناك، واول ما بتشوف يوسف بتنادي عليه. وطبعا بسرعه بتترجم الحوار وبتفهم لوحدها وبتقول له ان هي تعرفه عشان هو دكتور مشهور، وبتبعده اول ما بيقرب منها تفضل تلومه على انه كذب عليها بعد ما كان مفهمها انه رجل اعمال. بعد كده بتزعق معاه وبينزل من عندها طه، وكل اللي شغله هي متجوزة مين. وبيروح لواحد اسمه مدحت اللي سحر حكيت له عليه انه كان بيضايقها لما هو كان في السجن. وبيروح يقول له انت ليك عندي فلوس، فعيب لما اكون انا في السجن وتروح تطالب مراتي بيهم. ولما بيخرجوا بيقول يوسف بص كده مكتوب ايه عشان مش بعرف اقرا انجليزي. فبيقرر يوسف انه يقرا المكتوب، والمكتوب ان هنا تشغيل وهنا اغلاق. فبيقول له دوس على تشغيل. اول ما بيدوس بيحصل انفجار كبير في المبنى اللي كانوا فيه. فيوسف بيترعب وبيزعق في طه
وبيزعل منه وبيسيبه وبيمشي. وبعد ما بيروح بيته بنلاقيه هناك جايب معاه أصحابه وعاملين قعدة صحاب علشان يفرحوا يوسف. ونشوف عربي وطه عمالين يتخانقوا بس شوية وبيرجعوا يتصالحوا تاني. بعد كده يوسف بيطلع لمراته وبيقول لها على الناس اللي جايبها طه، فبتقول له انت لو راجل انزل قول له ان احنا متجوزين. بعد ما بينزل بيلاقيهم بيتفقوا على عملية سرقة بنك وعايزين يوسف يشترك معاهم فيها، لكن يوسف بيعتذر لانه شايف العملية صغيرة مش مستاهلة يعني يرجعوا للسجن تاني. لكن عربي بيقوله انه لازم يعمل العملية دي علشان يعرف يوصل للهدف اللي متجوز مرات طه. وأول ما بيسمع عربي جاب سيرة مراته بيمسكوا بيتخانقوا تاني، والمعركة بتبقى عنيفة وبيحصل مواقف كوميدية زي إن طه مثلا كان بيحاول يشد الستارة عشان يكتف بيها واحد ويضربه، والاتنين أصلا مستخبين ورا الستارة بس الحمد لله ما بيشوفهمش. يهرب مراته وابنه من الشباك تقول له لو أنت راجل. ويوسف بعد كده بينزل بيلاقيهم اتصالحوا وبيتفقوا على العملية بعد يومين. وتاني يوم في الصبح سحر بتيجي وبتقوله إن هي سارت شندي وعرفت إن هو في المكان ده طبعا، وبتروح له عشان تستفز يوسف بعد الموقف اللي عملها امبارح. بتقول له طه وتقول له ان طلعت خلاص من جوزها وجابت ابنها معاها علشان يشوفه وان هي موافقه انها ترجع له بس بعد شهور العده. بعد كده بتمشي وبيجي يوم العمليه فيوسف مستنيهم بره بالعربيه بيكلم البوليس بيتقبض عليهم كلهم بطه قاعد مع ابنه في حمام السباحه وبيجري عليه وبيساله مش انت المفروض كنت النهارده بتسرق بنك؟ فقال له لا انا قررت التزم بعد ما سحر رجعت ليا. وسحر بتقول له يوسف ان المفروض ياخد قرار ويقول له طه على الحقيقه، فبيوعدها ان المره دي فعلا هيقول له. وبعد ما بيخلصوا اليوم بيتفقوا مع طه انه يشوفهم. وتاني يوم ما ينفعش يقول له عشان ابنه عنده حفله في المدرسه والمفروض في الحفله دي ان هو يجيب اهله معاه. ويقول له طيب ممكن اجي؟ سحر بتقول له ان انت ابوه في البطاقه بس، لكن انت ما تعرفش عنه حاجه، مش هينفع تتشرف بيك لانك حرامي. بعد كده بيتنرفز وبيعرف يوسف انه هو متضايق ليه، فيوسف بيفتحه في الموضوع وبيجسد له ان هو جوز مراته اللي هو بيدور عليه. فهو بيزعق وبيتضايق منه جدا وبيتنرفز بس يوسف بيهديه والمفروض ان هو بيمثل عليه بس كل واحد بيطلع مشاعره الحقيقية ويوسف بيطلع مشاعره كلها. بيقول له ان الجواز عشان بيحبها ويوسف بيقول له بالعكس هي بتكرهك. وكان على وش طه ان هو هيضرب يوسف وبيقول له هو ده اللي انت فالح فيه، كل حاجة عندك ضرب. وان هو بيقوم وبيطلع كل اللي جواه كان كتمه، وان من ساعة ما ظهر في حياته وهي باظت وخسر مراته وعايز ياخد حاجات كتيرة مش من حقه، حتى انت ابنك ما تعرفوش ولا بتقعد معاه. بعد كده بيسقف له وبنيجي ليوم الحفلة فهو بيقول لسحر ان هو جاي علشان يشرف ابنه. وبص انا لابس ايه؟ بدلة اهو. الدنيا حلوة. ولما بيجي اهل اصحاب ابنه يبقى مش عارف يقدم لهم نفسه على انه ايه. وبتقول لهم سحر ان الحفله ابتدت وساعتها حس انه فعلا مؤذي لابنه وانه ظهر في حياتهم ممكن يضره. ويوسف بيجي له وبيقول له وهو عايز يقول له حاجه مهمه جدا، بيقول له سيبني دلوقتي عشان انا مش فايق اي حاجه. ولما منظمه الحفله بتيجي بتنادي وبتقول ان عايزه ابو سليم عشان بيسأل عليه، تبقى قصدها طبعا على يوسف، لكن طه بيفتكر ان الكلام عليه وبيفرح جدا وبيدخل لسحر وسحر بتزعق معاه وتقول له انت اصلا ما تعرفش تبقى اب. بعد كده طه بيزعق فيها بيهب فيها وبيقول لها ان ازاي اعرف ابقى اب، اتولدت في الدنيا لقيت ابويا ميت وانا امي كانت هي كل حاجة في حياتي. وبيكمل وبيقول انه مش مبسوط بنفسه وكان نفسه يطلع مهندس ولا دكتور او اي مهنة تشرف بيها، وان من اللحظة دي مش هتشوفه تاني وهيبدأ يمشي. بعد كده بينادوا على سليم وسليم مش موجود وبيجي اتصال على تليفون طه. لما بيرد بيلاقي عربي هو اللي خطفه لانه فاكر ان طه هو اللي بلغ عليهم مش هيرجع له سليم غير لما يشترك في العملية التانية معاهم. وبيقولوا لطه على العنوان عشان طه يروح لهم وبياخد يوسف معاه ويخشوا من فتحات التهوية بتاعة التكييف وهما الاتنين المكان مش شايلهم وبيتحركوا واحدة واحدة من فتحات التهوية. ولكن يوسف بيلاقي ان دي احسن فرصة يقول لطه ان هو اللي جوه الصحراء لان وضعهم الحالي مش هيخلي طه يلف له. بس هو ما كانش متصور ان عصبية طه هتخلي السقف كله يقع وهما الاتنين رايحين عشان يقتلوا عرب وشندي، ولكن هما اللي بيحوشوهم عن بعض. وهو بيضرب يوسف وبيقول له انت هتطلقها ولا لا. هو خلاص كان هيضربه لكن ابنه سليم بيجي وبينادي عليه وبيتعاملوا طبيعي بيضربوا على بعض في الهواء وبيقول له ده يا حبيبي ده احنا بنمثل، ده مش بنمثله، وان هم جايين عشان ينقذوه ويخلصوا على العصابه وفي مفارق حلوه. بعد كده بيضربوا العصابه وهم ماشيين بيجي لطه رصاصه في كتفه من عربي وبيبص ليوسف بيقول له خلي بالك من سليم وبيرمي المسدس. والاول مره يوسف بيتشجع وبيضرب عربي بالنار وبينادي طبعا على سليم وعلى طه
عشان يقول لهم لازم تمشوا. بيقول له ان سحر كان معاها حق، مكانه مش هنا. وبياخد يوسف المسدس عشان ما يبقاش عليه اي بصمات. ويوسف بيخرج بسليم وبيرجعه لمامته. الحكومة بتدخل تقبض على كل اللي جوه ومعاهم طه. وبعد فترة بيروحوا زيارة طه. فسحر بتقول ليوسف انت هتقول له ولا انا؟ فطه بيقول له ان هو خارج عفو رئاسي بعد 3 اسابيع. ايه بقى اللي حصل؟ ده اللي هنعرفه لو عملوا جزء تاني للفيلم. كان ملخص فيلم اكس مراتي. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك الجميل، اتفرجوا على الملخصات اللي فاتت واستنوا الملخصات اللي جاية.